لم يحذر النبي عليه الصلاة والسلام من فكر مثل ما حذر من الخوارج. فاسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام: يخرج في آخر الزمن أناس، وفي لفظ شباب، يخرج في آخر الزمن شباب حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقال عليه الصلاة والسلام: لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد. هذا عند البخاري، وعند مسلم قتل عاد وثمود. وقال عليه الصلاة والسلام: أبغض خلق الله إليه. وقال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس لو يعلم الجيش الذين يقاتلونهم ما لهم من الأجر لاتكلوا عليه. وقد قلت في كتابي القصة الكاملة عقب هذا الحديث: هذه بدر معاصرة، معركة بدر معاصرة لمن يقاتل هؤلاء الخوارج. القتال يكون عند أهل السنة والجماعة بالسنان ويكون باللسان. وقال عليه الصلاة والسلام: شر قتلى تحت أديم السماء. وقال عليه الصلاة والسلام: كلاب النار. وفي رواية: كلاب النار كلاب النار كلاب النار. والآن لنتأمل هذه الأحاديث العظيمة. أولا قوله: يخرجون من الدين، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه اللفظة في أي فرقة من فرق المسلمين. ثم قال: شر قتلى تحت أديم السماء. هذا حديث آخر: وجد تحت أديم السماء قتلى لليهود والنصارى والملاحدة وعباد الأصنام، ومع ذلك بنص المعصوم أن قتل الخوارج شر قتلى تحت أديم السماء. وقال عليه الصلاة والسلام: أبغض خلق الله إليه. ومن المعلوم أن من خلق الله يهود ونصارى وعباد أصنام وعباد بقر وملاحدة، ومع ذلك بنص المعصوم أن الخوارج هم أبغض خلق الله إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام عاصر اليهود وعاصر النصارى، ومع ذلك لم يتمنى أن يقتل اليهود والنصارى كقتل عاد وثمود. وهذا الحديث نستفيد منه أن الخوارج يقتل قتل استئصال. لماذا؟ لأن عادا وثمود ما بقيت عين واحدة تطرف، قتلوا على بكرة أبيهم. ثم انظر إلى قوله: كلاب النار. ما قالها لأي أحد سواء ينتمي للقبلة أو لا ينتمي للقبلة. كلاب النار كلاب النار كلاب النار. وقال: خير الناس من قتلوهم هؤلاء. فهذه الأحاديث العظيمة تبين لك شر هذه الفرقة. فلا ينبغي أن نقول أن هذه صنيعة أجهزة استخبارات دول كفر ملاحدة، لا، هذا فكر أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو باقي إلى قرب ظهور الدجال. ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: كلما خرج قرن قطع، كلما خرج قرن قطع، كلما خرج قرن قطع، حتى يخرج آخرهم من الدجال. وهذا الحديث ذكرت فيه فائدتين عزيزتين نفيستين. أما الفائدة الأولى فبشرى أن الله لا يمكن للخوارج، لأنه كلما ارتفعوا فهي بشرى لأهل السنة أن الله لا يرفع للخوارج يعني راية، والواقع يشهد لذلك. هؤلاء من 100 قرن رفعوا راية الجهاد، ومع ذلك قطع الله تعالى دابرهم. أين تنظيم الإخوان في هذه البلاد؟ أين تنظيم القاعدة الذين أهلكوا الحرث والنسل؟
أين تنظيم القاعدة في اليمن؟ أين تنظيم القاعدة في المغرب؟ أين الدواعش الذين أفسدوا الدين والدنيا؟ وسنة الله عز وجل، وهذا دائما نقوله في مناقشة هؤلاء الشبيبة، سنة الله في أوليائه أن الغلبة لهم تارة وتارة لأعدائهم. أما إذا كان الغلبة دائما أنتم ما بين قتيل وطريد وشريد وسجين، فهذا يدل أنكم لستم على الحق. وقد فهم هرقل رغم نصرانيته، فهم هذه السنة الإلهية. قال لأبي سفيان كما في حديث ابن عباس، قال: كيف الحرب بينكم؟ قال: سجال، يعني انتصرنا عليهم وانتصر علينا. قال: فكذلك الرسل، أما هؤلاء الخوارج فدائما قتل 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 قتل، أو سجين أو مفقود لا يعلم.